بقي يعدموهم قدامي. حبيبه ديالي بستي البيض على راجلك بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل. المغاربه كاع تعاطفوا معك بنتي. شنو تبغي تقولي لهم اليوم؟ الله يكثر خيرهم والله يجازيهم. راه بحال الواحد منهم، راه غدا يقدر يوقع لاي واحد بحال واحد منهم، حيت حسوا بينا. حسبي الله ونعم الوكيل. لا جيتي اليوم المحكمه؟ جيت نتابع القضيه ديال الزوج ديالي، واخا لابسه العده ديالي، ولكن انا غادي نبقى متابعه القضيه ديال الزوج ديالي واخا حتى لاخر نفس، حيت هو مشى عند الله. دابا هو كيتسنى الحق ديالو، انا ما غاديش نرجعو واخا ما عرفت شنو يديروا ليهم. واخا يعدموهم قدامي ما غنحسش بديك، ولكن كنقول نقدر هو يرتاح. المهم غيتخاد الحق ديالو وما يتحسبش بحال حقروا عليه ولا حتى هو يرتاح في قبره. كتحسي مازال مرتاحش في قبره؟ ما مرتاحش حيت ظلموه، حيت هو ماشي انسان خايب اللي يستاهل هذا الشيء، ولا كان معاهم ولا عنده شي مشاكل معاهم باش نقولوا راه حتى هو يكون عندهم مشاكل على شي مبرر، ولا يكون عندهم حسابات معاه، ولا يكون عندهم مشاكل معاه، ولا يكون اللي بغى يكون. واش هذا الشيء مبرر يديروا؟ ماشي مبرر. تقدري تقولي انت كتبغي تقنعي، كتبقى الهضره، ولكن الهضره ما عندهم حتى شي علاقه به. راه كاين القانون وكاين المخزن كاع نديرو حنايا، نديرو حنا دار لكم هذا السيد وفعل لكم وترك لكم كاع. واش ما كاينش قانون؟ حنا في الغابه، واش حنا في الغابه. الحمد لله كاين القانون في البلاد، والقانون غياخذ لينا حقنا ان شاء الله. كبرت شي شويه فاش تعتقلوا دوك المجرمين في واحد الفتره اللي هي 12 ساعه. كيفاش غادي نقول لك، انا كنت جالسه في البيت ديالي حتى كنسمع بالاخت الزوج ديالي طالعه عندي كتقول لي راه تقبض، راه تشدوا. كان واحد الاحساس لداخل بحال كانت فيا واحد الغمه وارتاحيت. خصوصا ملي لقاو حتى السياره ودازت السياره، بحال شفت الزوج ديالي دايز. شفتي الطوموبيل؟ بحال فيها، بحال لقاوه معاها. حتى توعيت بانه راه الزوج ديالي ميت، راه غير السياره ديالو هذيك. شحال دابا باش شرا ديك الطوموبيل؟ كانت عنده وحده وبدل. دابا هذه اللي وقعت فيها الحادثه شي عام شاريها بالكريدي. ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع، ما بغيتش نهضر فيه حيت الناس ما كيرحموش في هذا الشيء. احسن هذا الشيء يبقى ديالي. لا الحبيبه ديالي، هذا الشيء ما عليه حتى شي حاجه. هذا الشيء انت ماشي، انا فهمتك بغيتي تقولي بحال الناس تيقولوا بانك تتسعي، ولكن انت ماشي كتسعى براجلها، ولكن بغات تبين بان مسكينه هذا الوليد راه كان مكافح وشرا بالكريدي، وقالت لكم انا غادي نخلص، انا غنخلص مولي الكريدي. انا باقي كنقولها حتى دابا، انا غادي نخلص ان شاء الله ديك صحابو، وانا عارفه ما غاديش يبغيو. المهم انا قلتها لهم باش هما الله يحسن العنوان، حتى واحد ما لقاها، حتى هما راه خدموا عليها، حتى هما راه الله يحسن. حتى هو صحابو ما عندهمش، ماشي زعما شي ناس اللي الحمد لله بحالهم نفس المستوى ديالنا حتى هما. واخا بالنسبه للاشخاص اللي تشدوا، واش كتعرفوا فيهم شي واحد؟ نكذب عليك، حنايا باقي ما شفنا حتى شي شخص، ما وصلتنا حتى شي معلومه بان هاد الاشخاص كنعرفوهم شنو السبب. ما نقدرش نكذب عليك. حنا اليوم جينا نشوفوا القضيه فين واصله، ما قدرناش نبقاو جالسين. شنو تبغي تقولي الكلمه الاخيره والمطالب ديالك بنتي؟ الكلمه الاخيره كنقول بغيت حق راجلي يتخاد. رجعوا مسكين. انت هي موت الزوجه؟ انا موت الزوجه. رزاو بنيتك في مولا دارها؟ رزاوها ورزاوني حتى انا معاها. رزاوني. كي داير ياسين معاكم؟ مزيان الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. ما كانش راجل بنتك، كان ولدك؟ كان ولدي. انا كي قلت لك انا مراه ياك، كيقول لي شوف يا خالتي انا حسبيني ولدك، حسبيني راجل بنتك. وكنتمنى انا كنت كنصلي وكنتمنى بنياتي. دابا عندي 4 البنيات، كنقول كل مصاب كل بناتي يجيبني كاملين بحال ياسين، بحال هاد ياسين متخلق متادب. ما نسابك كاع اللي يجيو بحال ياسين. ما عمرو هز فيا راس، ديما كيدير لي بحال هكا. خالتي نعم خالتي، شنو خالتي، شنو بغيتي خالتي؟ اللي بغيتي شي حاجه بسيطه كيقول لي انا نمشي نجيبها هكا خالتي. امتى مات مول الدار؟ مات دابا شي 6 سنين هكا. دابا بنتك مسكينه دارت في باها وهزات المسؤوليه، هزات معايا، هي الكبيره. ودابا رزاوها في راجلها، خلاو ديك يتموا ديك البنت. يتمات من جهه الاب ومن جهه الزوج ومن جهه ديك البنيه مسكينه. قالت لي يا ماما البارح كتعاود لي، قالت لي انا كنشوفك انت حتى غير مراه، يعني بزاف د الحوايج اللي ما خص يديرها الراجل. دابا كنشوف حتى انا خاصني، انا قالت لي خصني نولي ام واب. قالت لي ما بغيت، انا ما كنتش بغيت بنتي تكبر كما كبر خواتاتي. انا حيت الراجل ديالي كان مبصر، يعني ما بقاش كيشوف، يعني وليت انا ام ولا اب. يعني بزاف د الحوايج خصك ديريها، ما غنقدرش نديرها.
بغيت غير شي حاجه، كلشي هادو دمروا كلشي. الله يقويها مسكينه. بغيت غير شي حاجه في الدار، يعني انت عارفه، يعني ابسط الحاجه غير البوطه خصني صابها لك الراجل، وليت انا نصاوب البوطه، يعني كنقدرش ندخل شي معلم عندي للدار، خاصني نمشي نقول للوالد عافاك شوف لي شي واحد اللي ثقه ولا شي حاجه باش يدخل يدير لي مثلا غير شي حاجه بسيطه في الدار، غير روبيني كي قلتي لها سميتو بسيطه خصو يصاوبها ليا. الحمد لله. وانا كنتمنى هذا ياخذ حق بنتي اقصى اقصى اقصى، يعني شي حاجه اعدام، لكن شي حاجه اكثر من الاعدام. انا هادشي اللي كنطالبوا بحق بنتي وحق ديك الام وداك الاب. انا كي قلت انا عرفتو غير هادي باش خدا بنتي، ولكن ديك المراه اللي كبراتو قدامها، انا عندي ولدي يلاه عنده 11 عام، انا كنشوف فيه ياسين كنشوف فيه كيفاش انا غتجيني خبر ديالو بحالك ياسين، نقدر نموت بحال هي غير جا الخبر ديال ياسين حسن عوان. المهم انا كنقولها ليها، كنقول لها حسن عوان مو وباه مسكين كيدور باش يضرب راسو مع الحيط، باش يضرب راسو مع الحيط. انا شنو نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا ومن قتلها كانما قتل الناس جميعا. وفعلا هاد المجرمين راه قتلوا هاد العائلات كاملين، قتلوا المغاربه كاملين، حيت هاد الشيء صراحه كيف ما قالت الخاله ديالو بغينا نسولوهم علاش شنو دار لكم ياسين، شنو دار لكم هذاك الشاب اللي طلبتوه في لابليكاسيون وجا مسكين نصوت مسكين. حسن عوان وحبيبه ديالي. على بركه الله مشاهدينا الكرام، اللي درت له الكينه الاولى وطاح له الكاس وليت عاودتو خديتها الثانيه عاد قال لي غنفطر. حسن عوان ومسكين حسن عوان. بناتو ما بغاوش يجيو يصلحوا فيها هكا. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدينا الكرام، اليوم سيتم تقديم المتورطين في تصفيه الشاب الجميل ياسين، واللي مسكين غصبوه شبابه وحرموا منه العائله ديالو، والعائله جات اليوم باش تحضر التقديم امام انظار السيد الوكيل العام لجلاله الملك بعد ما تم تمديد الحراسه النظريه لهم. ومعنا الام ومعنا الارمله الشابه اللي لبسات البيض مسكينه وهي باقا في ريعان الشباب ديالها. كيبقى خاطرك حبيبه ديالي؟ مدمرين بزاف تبا ما قدرش يجي يحضر، خليته مسالي مع تلقى باقي لقاتها وتزرع عليه ولا باقي. الله يمشي مسكين. بناتي ما قدروش يجيو يسمعوا في باهم بحالها بديك الحاله، انا ما قدرتش نسمع في هذه البنت الغاليه هذه بعدها. الله ياخذ فيهم الحق. هذه كتشمي فيها دابا الريحه ديال ولدي كنشمها فيها. الله يعطيها الرضا هي وديك البنيه، الله يسهل عليهم ويسر لهم الامور. شنو الاصداء اللي وصلاتكم؟ شنو المعلومات اللي وصلاتكم؟ شنو قالوا لكم؟ شنو السبب؟ شحال من واحد مشدود؟ قال لك مشدودين 4 والبنت، 4 الولد والبنت بحال الحلالف. ولدي مسكين صغير وضعيف ماشي ما يقدش على واحد فيهم، عاد هما 5 بيهم. شنو قالوا؟ علاش؟ شنو السبب؟ حتى حاجه ما نعرف، غير بان لهم خرجوا يدوروا يقلبوا على يكملوا على القصاره وبان لهم هو في البلان وصافي. الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. غتتابعيهم في قضيه ولدك حتى الاخر؟ نتابعهم حتى الاخر. عرق فيا يبقى كيزدح وغيبقى فيا غير عرق كيزدح، غنتابعهم. شنو العقوبات اللي تبغي عليها؟ العقوبه اللي نبغي لهم اقصى العقوبه. نبغي قلبك واش يبرد ولا ما غيبردش حيت ما يعوضوليش ولدي، واخا يتقطعوا ما ولدي ما غيتعوضش. ولدي ما عمره ما غيتعوض ليا، وخا يقطعوهم قدامي طراف ويشوفوهم لي قطبان ويعطوهم. ما غاديش نبرد على ولدي انا. ولكن ياسين راه ان شاء الله في الجنه. وياسين عرفتو في الجنه، حيت ياسين كان ملك فوق الارض. حيت ياسين عمرو ما دار شي حاجه خايبه، ومرضي معايا ومع عائلته ومع خوالاته اللي هما كاملين جايين وواقفين، العائله كلها حضرات معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيبي الله ياخذ فيهم الحق. امين. وكنتمنى اقصى العقوبات، واخا تا عقوبه ما شي لا عدموهم راه الراحه ليهم هذيك. لا تعدموا انا كيجيب انا قالوا لي لا تعدموا راه غادي يرتاحوا. انا ما خصهمش يتعدموا، انا ما بغيتهمش يتعدموا، بغيناهم يرتاحوا. حيت كما قلت في ديك الساعه ديال هذوك كنت نقول الاعدام. بغيتهم يتعدموا، بغيتهم يتعذبوا. انا ضد، انا ما يتعدموش. انا بغيتهم يبقاو معذبين حياتهم كاملين والله يرزيهم في صحيحتهم. انا بغيتهم يمرضوا بشي مرض، وانا متاكده سيدي ربي غياخذ لي حقي منهم. اكيد الله يمهل ولا يهمل. اذا هم ينعسوا ويغمضوا عينيهم ويرتاحوا. بغيتهم انا حتى في النعاس واش اللي قتل الروح غيرتاح؟ بغيتهم عمر اللي قتل الروح ما غيرتاح. يبقاو يتمناو غير ينعسوا ويغمضوا عينيهم. والموت ما تجيهمش. الناس انسان مريض ما داير حتى شي حاجه في حياته، كيكون مريض شي مرض تيبقى يقول يا ربي بغيت غير نرتاح، ومسكين هادو بغيتهم يطلبوها ليل ونهار وما يرتاحوش. اذا مشاهدينا الكرام، ويبقى يوقف عليهم في نعاسهم
ونوقفوا عليهم انا وبنتي وعائلتهم ونوقفوا عليهم ونقولوا لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، الله ياخذ فيكم الحق. كي دايره البنيه بنتي ما نقدرش نكذب عليك، حنا ما نقدروش نعرفوا الاحساس ديالها، ولكن البنت ديالي ماشي كاع الناس اللي شافوها اللي كيجيو كيقولوا لي هذه ماشي تسنين. تخيلي معايا في الليل ملي كنتفرج في الفيديوهات، حتى بالنهار ما تنلحقش، في الليل ملي تنكون كنتابع شنو واقع، ماشي ديال الفيديوهات ديالي انا ما داكشي، كنتابع شنو واقع، حيت باقي الصراحه ما كاين حتى شي حاجه. كتبقى تبكي واحد البكاء ديال راه ناس بحال عارفه داك الشيء اللي كيوقع. ملي كنطفي التليفون كتقول بابا البارح كتقول بابا. وسيروا كيتسناو فيهم اذا في هذه اللحظات غادي يمشيو يدخلوا الزوجه والام باش انهم يدخلوا على السيد الوكيل العام جلاله الملك. انت الصديق ديال انت اخر واحد شافو؟ انا اخر واحد شافو عاود لينا شنو ديال ديك شويه ديال الربعه ديال العشيه تلاقيت مع اخر واحد هو الصديق. اخر واحد هو انا يعني جا عندنا كان غادي يسلا، كان غادي هو الصديق ديالو غيوصلو. الصديق حتى هو ديالنا، حتى هو صديقنا حتى هذاك الصديق ديالو هو اللي قال لك غيعيط له باش يمشي يوصلوا المحطه ديال الكيران باش يمشي هو لخدمته. صاحبكم هذا نتوما بجوج الصديق ديالنا. أيه. يعني الدري صافي مشى لتما، يعني مشى لسلا، بقى عرفناه في سلا، اخر بلاصه خدم فيها في سلا. اييه يعني خدم في سلا. شنو قال لك فاش تلاقيتيه؟ صافي قال لي راني غادي لسلا، نمشي نخدم شويه في سلا وغادي نرجع لقنيطره ديك الساعه. السيد ملي مشى لسلا ما عاودش رجع لا لسي طيبي لا قنيطره. ما تواصلتيش معاه؟ تواصلت معاه اخر ميساج بيني وبينه مع السونس، حيت مع السبعه صافي التليفون. شنو قال لك مع السونس؟ صافي كنا كندوي معاه بيني وبينه اصدقاء كعادي كيهضروا. صاحبكم اللي هزو شنو قال لك؟ واش عيطوا ليه شي وحدين في دومونداو الاندرايف فاش كان معاه؟ شكون هما؟ اللي ركب معاه صاحبو اللي مشى يوصل ديجا ديك الساعه شد واحد لاكورس هو معاه هكذاك. يعني شد لاكورس، ولكن موراها كورسات اخرين كاينين. دونك ماشي هذيك لاكورس هي اللي كانت السبب. يعني هذيك الرابعه كورس في اللي عليها مسكين اللي عليها مسكين مشى ضحيه. يعني هادو اللي داروا لي هاد الحاله واش عندو بينهم شي حساب؟ ما كاين لا حساب، لا ولد الدري ماشي ولد الحساب. الدري يعني واحد الخلق فيه، يعني راه ما يعني راه بزاف، يعني واحد الظرافه فيه. يعني وانا تنكون اصلا انا تنكون في خدمتي وتنعيط له على شي غارض يقضي لي، يسمح في كلشي باش يقضي لي الغارض. يعني هذا جا في طريق المجرمين، جا في طريق المجرمين، الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار هذا. امين يا ربي امين. رزاونا فيه مسكين وماشي شي دري زعما اللي يستاهل. انت كدير اندرايف ولا لا ما كنديرش اندرايف. هو اللي كيدير شحال من عام؟ كنديرها شحال هذه شحال هذه مده دابا شي عام ونص بيني وبين اندرايف. نعم. يعني هذيك الكورس الاخرى اللي مشى فيها اللي عليها غادي اللي قتلوه فيها هاد المجرمين، فين كان خصو يديهم؟ كيفاش فين البلاصه؟ البلاصه لا سمعنا احنا اخر بلاصه هي سيدي موسى. سيدي موسى سيدي موسى هذيك هي اخر بلاصه اللي كانوا فيها هاد المجرمين. اللي كانوا فيها المجرمين. شنو العقوبه ولدي اللي تبغى لهاد المجرمين؟ ما العقوبه اللي تبردك من جهه صاحبك؟ ما تبردني حتى شي عقوبه من جهه صاحبي انا، حتى حاجه ما تبردني من جهه صاحبي. يعني واخا نشوفهم كيتحرقوا قدامي ما عمرها غتبردني شي حاجه. ياسين ما يتعوضش. الذات ديالي محروقه انا من الداخل، نكذبش عليك راه من النهار سمعت الخبر ديالو وانا واصله فيه. يعني ما غاديش واخا نعيا ما نشرح لك الداخل ديالي شنو كاين، ما غاديش. شوفها انا صاحبه باش حسيت، يعني عاد مرتو عاد امو باه، يعني راه صعيبه والله. راه بزاف، راه ماشي زعما راه الله ياخذ فيهم الحق. امين امين امين. الله ياخذ فيهم الحق. امين. دابا حنا جينا بغينا غير نشوفوهم، يخليونا نسولوهم غير سؤال نقولوا لهم علاش. انا هذا هو السؤال اللي كيطلعوا. دار لكم ياسين؟ شنو دار لكم ياسين؟ كنطلب الحمد هيئة لله المحاماة ان شاء الله تتدخل، وكنطلب من هيئة المحاماة حتى واحد ما يشد القضيه ديالو، حيت مجرم عندهم الحق في غير تنقول زعما تنبرر مجرم وعنده الحق في الدفاع، ولكن ما كاينش شي محامي غادي يطلب لهم ملي غيعرف المتورطين غيطلب لهم ظروف التخفيف كما قال الاستاذ حاكم. هذا الشيء اللي بغيت نقول، راك عارفه ما غنعرفش. ما عرفتش. فهمت. نطلبوا لهم الاعدام ان شاء الله، نطلبوا لهم الاعدام واقصى العقوبات. والحمد لله عندنا الثقه في بلادنا وعندنا الثقه في القضاء ديالنا، وغياخذنا حقنا وياخذ حق ديك البنيه اللي خلاوها ملائكه مازال ما كتعرفش. ونهار اللي غادي تكبر وغتبقى تشوف هذا الشيء كي غتكون النفسيه ديالها اختي فاطمه ساره؟ كي غتكون؟ غتفرح باها مشى شاهد. لا ولكن ما لقمة العيش داخل باها خرج. وانا دابا جالسه بوحدي، انا خالته ماشي مو ولا با ولا مرتو، تنقول كي داروا لياسين هذوك في ذاك الجسم وداروا لذاك الولد كي داروا، واش عجنوه واش لبسوه كي داروا له
كي داروا ذاك الولد الطريقه ملي كانوا كيقتلوه كتخيل واش كي داروا له في الطوموبيل هذاك راه بهم راه دار له غير هكا وعجنو دار له غير هكا مسكين شنو كان كيقول لهم واش كان مسكين كيتوسل ليهم الولد قليل الصحه قليل الصحه ماشي مسكين شي كيخرج ولد الصباح وافي كيدخل ولا الليل قليل يخدم الصحة في هذا في الهري ويجي يولي الطوموبيل ومضارب مع الزمان وباغي يدير وباغي تخيلي كي داروا قتلوه راه قلبك كيتحرق كي داروا قتلوه قلبك كيتحرق ملي كتخيلي كي داروا قتلوه والله القسم هادو مساكنين الا جبال الحج هبطوا يشوفوا ولادهم فاس ولاو جاو بالليل ساكنين شي 11 ومنين عيطت ليه نطت انا سبقتها انا جايه في الطوموبيل سبقتها جايه غير انا وبنتي ماشي وليدك عنده الباك ولدي عنده الباك مشيت لفاس وليت جيت البارحه جيت عاود شي مسكين وكيقابل المصير خليته عندي جوج وليدات صغار واحد عنده 7 سنين واحد عنده 10 سنين خليتهم غير مع عماتهم والوليد اللي عندي في الباك خليته قال لي ماما بكا ولدي ما ندير والله ينجحوا الله ينجح. مشاهدينا الكرام صباح الخير عليكم من امام محكمه الاستئناف، واكيد انكم كلكم متبعين القضيه ديال ياسين فين وصلت وكلكم كتنتظروا تنفيذ اقصى العقوبات على هاد المجرمين اللي صفاوها لياسين وكرفصوه شهيد لقمه العيش. الوليد اللي خارج يقلب على طرف الخبز حتى مسكين ما رجعش لعند بنيته عند عائلته. هاد الجريمه ديال القتل اللي داروها هاد الوحوش وقفات حياه ديال عائلات ماشي ديال عائله وحده، حيت ياسين ماشي بوحده، ياسين عنده مرتو عنده بنيتو، مرتو عندها امها، موت ياسين عندها خواتاتها، باه عنده خوتو، وبالتالي وقفوا المسيره ديال الحياه ديال هاد العائلات، وخصوصا انهم كانوا على وشك انهم يديروا اعراس ويديروا حفلات ودايرين عرابن وعاطين قاعات وخاسرين فلوس وكاين اللي ولدها عنده الباك، وبالتالي هاد المجرمين وقفوا الحياه ديال هاد العائله. والعائله ديال ياسين راه جاو اليوم من اجل انهم يآزروا الام ولا الارمله ديال ياسين، ومعنا الخاله ديال ياسين اللي كنبغيو نحييو هاد العائله على الترابط والتلاحم ديالهم، كنجدوا التعازي الحبيبه ديالي ليكم. شنو كيجيك ياسين؟ ولد اختي. منين جيتي حبيبه ديالي؟ جينا من فاس، جايين من فاس لهنا باش غير نجيو للمحكمه نشوفوا شنو كاين في التحقيق. الساعه ما دابا ما ندخلوا ما والو، غير جينا وغنوليو جاو كيدخل الام وكتدخل الام، راهم جاي الام الام مراتو، وحنايا ما دخلنا ما والو. الله يعطيه العافيه. كانوا عندكم اعراس، كانوا عندكم بروغرام؟ عندي جوج وليدات عندي جوج ولادي، واحد عنده عرس وواحد عنده فاتحه في شهر 7 وضرب الصداق. المهم دمرونا ما خلاونا حتى حاجه في حلاوتها. عاطين عرابن عاطين العرابن ولا عاطينهم العرابن راه غادي يشوفونا، وعاطين العرابن وكل شيء، ما خلاوناش نفرحوا. واول فرحه ليا لوليداتي وهما دمروني. هو الاول ياسين خوهم كيجي عندهم الفاس وكيخرج هو وياهم ويساري ويفرحوا به. ياسين خوهم ماشي ولد خالته. شنو العقوبات اللي تبغيوها لهاد المجرمين؟ اعدام، اقصى العقوبات، الاعدام اقصى العقوبات. شي حاجه اكثر من الاعدام. خالته وما تبردش واخا يعدموا راه ما كيتو عمرها ما تبرد. ومو راه جوج دابا جوج ديال هذا الالم ديالو اللي ضعنا فيه، والالم ديال اختنا اللي غتبقى قدامنا مدمره. وباه مسكين اللي شد الفراش مسكين ما بانش، وباه مسكين ما بانش كاع، راه ما بانش كاع حتى في لايف، شاد الفراش مسكين راه من جوج مرات عليه وعلى اللي بقاو في الدار بحال اللي ماتوا حتى هما. الله ياخذ ماتوا بقاو غير واقفين كسده بلا روح. قتل. شوفوا شحال من عائله قتل، شحال من عائله دمر. ولد اختك؟ ولد اختي اخيتي، ولد اختي وولد بنتي وخويا وصاحبي وكلشي. انا هي الكبيره فيهم، هذاك راه ولدي وحفيدي بجوج. واش وصلتك الخبر؟ انا وصلتني الخبر مع الجوج د الليل، عيطوا لي نهار السبت قبل ما الوحيده اللي قدروا قبل ما نعرفوه مات. انا عيطات لي قالت لي هذوك عندهم الوليدات الصغار خوتك ما تفيقيهمش ليلى اختي، وفيقتني انا حيت عارفاني تنقصر وصافي. بقيت معاها ابي الفيديو حتى صبح الحال، صافي شدينا الطريق جينا حنا. يجي ياسين دروك يجي ياسين، حنا جايين نقلبوا عليه. لا حنا عرفناه ما غيجيش، غير كان حيت هو ما تيغيبش. ياسين ما كيغيبش، ياسين ما كيغيبش. ياسين بقوت اللي ما كيغيبش وما كيباتش برا. راه والدي مع 10 د الليل نوضوا يقلبوا عليه، حيت اللي كيغيبوا واللي كيقصروا راه والديهم واخا يغيبوا يومين ما كيقلبوش عليه. كيقول راه درك يجي، تيقول مشاو مع صحابهم صافي. الحبيبه فاطمه الزهراء كان حنا عارفين داك الولد كيغيب ما نشدوش الطريق حنايا من فاس والعيد ونسمحوا في ديورنا ورجالنا ووليداتنا ونجيو باش نقلبوا عليه. وتمشي مو عند الجدرميه دير النداء ديالها مع الجوج كون عارفاه كيغيب. ما كيغيبش.
حنا كنا فرحانين دمرونا، فرحانين اللي كيوجد التكشيطه اللي كيوجد الحلوى اللي فرحانين كنخيطوا كنوجدوا. انا جبت اللبسه ديالي دفعتها عندهم في الرباط قلت لهم يخيطوها لي، ها هو باي وامو سوليهم وفرحانين وكنوجدوا. دمرونا كسروا لنا ديك الفرحه، هرسوا لنا ديك الفرحه. ما فرحنا بعيد، ما فرحنا بوليداتنا، ما فرحنا جاينا المناسبه وهو مسكين فرحان. هذاك راه خوه اللي كان جاي من برا جاي باش يدير العرس، خوه وفرحان ياسين كيصوب الطوموبيل وهذا بغا نجيب، وعمره ما جا بالطوموبيل الفاس حيت جراها الخدمه. فرحان غيجي عندنا بالطوموبيل العرس تا هو كنحسبوا اللي غيجيب الطوموبيل وهذا كيجيو غير في الكيران. دمرونا. كنتمناو لهم اقصى العقوبه، اقصى العقوبه وشي حاجه اكثر من الاعدام واكثر من المؤبد واكثر من حاجه. شنو كيجيك الحبيبه ديالي اختي خالتي بارك في راسكم. شنو العقوبه اللي بغيتوا لي؟ اقصى عقوبه ما عرفتش شنو انا بغيت نشوفه. هذيك راه مدمره عليه اكثر. باش نقول لك واحد المعلومه، هذه راه مطلقه عندها بنيتها وهو كيعاونها وكيتعامل معها وكيجي عندها وكيسول فيها اكثر منا حنا. شو كيسول فيها هي اكثر منا حنا، ويتيمه ما عندها لا ما لا باها، وهو كيتسول فيها اكثر منا حنا. كيسول فيها هي حيت حنا بولادنا وبرجالنا، هي راه كيسول فيها اكثر. راه دارت العمليه، هو الاول جا عندها بقى حداها في الكلينيك بقى معاها. الله يصبركم الحبيبات ديالي، الله يصبركم، الله يصبرهم، الله يصبرهم، والله يكون معاهم. وهاد المجرمين كيف ما قلت لكم ما قتلوش ياسين فقط، ولكن قتلوا ودمروا بزاف ديال العائلات. دمروا عائله ديال الخالات وديال العمات وديال الزوجه وديال ام الزوجه وديال خواتات الزوجه اللي كانوا كيشوفوا فيه الاب اللي فقدوه، كانوا كيشوفوا فيه الاخ وكانوا كيشوفوا فيه السند. هاد الاخت اللي مطلقه وكانت كتشوف فيه الاب ديالها وولدها وخوها وميمته، وحنا كمغاربه اللي حنين صحابو اللي دمروا بسبابه. نهار عرسو كيفكر في الدراري الصغار، نهار عرسو قسما بالله وربي ياخذها من اخير حسناتي وشاهد عليا. لا ولدي عنده 10 سنين قالها لي غير البارح ملي مشينا لفاس، عاد قال لي هذه الكلمه. جا حتى قال لي يا ماما هو ظريف، هو زوين والوش، علاش قتلوه؟ هو تيقول لك دابا حنا تنقولوا باللغه ديالنا هاد الناس اللي كيكونوا طيبين بزاف ما كيكونوش بلاد الدنيا. قال لي هو ظريف وكيفكر فينا واخا حنا صغار، وعلاش قتلوه هو ظريف؟ زعما صحابو اللي ظريف ما يقتلوش. قلت له علاش؟ قال لي شتي نهار عرسو فاش كان لابس الكوستيم وغيمشي عند العروسه يتبرز. قلت له ايه. فاش مشينا عند العروسه وتبرز قلت له ايه. قال لي راه صابني هز داك الزيت داك جيطوس ديال درهم العصر، قال لي وفكولي ولاحو. قال له هذا ما خايب علاش تشربوا؟ قال لي ماما وداها فيا وداني للحانوت وقال لي خذ اللي بغيتي. وعريس لابس الكوستيم غيبرز وهز الولد وداه للحانوت وقال له خذ اللي بغيتي وما تشربش. واقف كيركبنا حنا الولا كيقول لك خالتي ركبينا واخرى ركبينا. راه العريس ما تيديها تيديها في راسو هادشي راه من التربيه. حتى ليلى مسكينه راه ربات، ليلى راه ربات، لا هي لا سي عبد الله راه ربا وعرفوا شنو رباو.